دلوقتي انا متلخبط وعايز ابدا في مجال الديجيتال ماركتنج، بس مش عارف ابدا بايه، وهل اللي هبدا بيه هستفاد منه ايه اصلا، وحتى كمان لو اشتغلت هاخد كام؟ طيب بص، اولا خلينا نقسمهم بوينت بوينت. انت عندك حق فعلا ان ناس كتيره قوي بتكون حابه ان هي تدخل مجال الديجيتال ماركتنج، بس بتكون متلخبطه، خصوصا ان هو الديبارتمنتس بتاعته كتيره جدا، وما يعرفوش ان السوشيال ميديا كديبارتمنت مهم قوي في المجال الديجيتال ماركتنج. فخليني اقول لك كده، نتكلم من جهه كسوشيال ميديا وكتايتل كسوشيال ميديا سبيشالست، احنا ممكن نستفاد ايه من الديبارتمنت ده عشان نوصل للتايتل ده. طيب، فاحنا بنقدر ان احنا نتعلم ازاي انت تقدر تعمل اناليسز لشغلك على كل البلاتفورمز، وتعرف كمان تريكس مختلفه وتكنيكس للكونتنت كريشن، وتعرف كمان تولز تانية جديده تساعدك ان انت تقدر تعمل استراتيجي للبيزنس بتاعك عشان تتارجت الاودينس صح. وكمان عشان لما تيجي تقدر تتنقل لمرحله الادز على اهم او تو بلاتفورمز مهمين جدا في مصر، هما الفيسبوك والانستجرام، تقدر انت تعمل سكيلينج للبادجت وكمان توصل للاوبجكتيف اللي هتكون مناسبه للكامبين بتاعتك. حلو قوي قوي. يعني انا فعلا هتعلم كل ده، وكمان هقدر اشتغل سوشيال ميديا سبيشالست. طب على كده بقى بعد الخطوه دي متوقع اقبض كام؟ تخيل مع كم المعلومات دوت، انا ما اقدرش اقول لك رقم ثابت، بس اللي هي بتختلف خصوصا في التايتل دوت من شركه للتانيه. فممكن نقول افريج ان هو بتكون ما بين 3000 ونص ل 6000 ونص حسب جوب ديسكريبشن لكل شركه موجوده في مصر. كمان حاجه تانية عشان ما ننساش، ان انت محتاج تكون مع كم المعلومات ديت، محتاج ان انت تعمل فولو اب دايما باستمرار عشان تعرف ايه الابديتس اللي في المجال. وكمان محتاج ان انت تبدأ تطبق بشكل عملي، سواء على الكامبين تعمل اد ناجحة، او سواء كمان ان انت تشتغل كاناليسز او فيرتشوال اناليسز للشركات اللي انت مهتم بيها بشكل عام.